بطلي تتنمري عليه وبطلي كل شويه تقولي له بطل اكل بطل اكل، لان دي اكتر حاجه هتخليه يزود في الاكل. هاي، انا دكتوره يارا نواوي من دايره السعاده، ودلوقتي اقول لك عن تيبس اند تريكس يساعدوا طفلك ان هو يخس من غير ما يحس. اول حاجه بطلي تتنمري عليه وبطلي كل شويه تقولي له بطل اكل بطل اكل، لان دي اكتر حاجه هتخليه يزود في الاكل. تاني حاجه لازم تروحي تكشفي عليه ان ممكن يكون عنده مقاومه انسولين او سكر من النوع التاني وانت مش حاسه، فلازم تكشفي عليه عند دكتور باطني او دكتور اطفال عشان نعرف سبب السمنه. تالت حاجه اعملي له دايما بدايل صحيه، ما تقوليلوش بطل شيبسي، انت اعملي له شيبسي في البيت صحي. ما تقوليلوش ما تاكلش كيكه ولا حلويات، بس انت اعمليها بشكل كويس. ما تقوليلوش ما تاكلش نوتيلا، هاتيله النوتيلا اللي معموله زيرو شوجر ببديل الاستيفيا. لكن ما تقوليش لابنك بطل اكل، ان هو مش هيبطل، ده طفل وفي اكلات كتيره بيحبها ما تحرميهاش منها. واخيرا لازم تخليه يزود حركته باي طريقه كان، سواء ينزل تمارين، ينزل الجيم، يلعب مع صحابه في الشارع، يعمل اي حاجه، المهم ان هو يتحرك، لان هو طول ما قاعد على الشاشه عمره ما يخس. وتقدري كمان تشتركي معانا في دايت السعاده لابنك.